تعالوا هيك صيروا كلكم على صف واحد ابوي. بس وصلنا ماما اغلبت 8 فتح هاي الدورة باسم الشهيد هوجر. الشهيد هوجر الشهيد العظيم اللي جسد روحه وبنى كل شيء مشان رفاقه، رفاق الدرب. الشهيد هوجر اللي كان يوقف على مقاطعة الحسكة لدار الجرحى. الشهيد هوجر اللي كان يحب القائد، يحب فكره وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وصار على مسار ضرب القائد بحب وبمصداقية. الشهيد هوجر اللي كان يشوف رفاقه الجرحى سند له، كان يزرع فيهم الأمل. الشهيد هوجر اللي هو كان مجروح، هو أخ لشهيد تشيكدار من عائلة وطنية، لكن حبه للقائد صار بمسار فكر فلسفة القائد لبناء شيء لهذا الشعب، لزرع الأمل، ليرسخ هذا الفكر العظيم في قلب كل إنسان يحب الإنسانية أو يحب الحرية. الشهيد هوجر اللي كان صديق للجميع، صديق لأصدقائه الجرحى، رغم أنه هو كان جريح لكن ما كان يخلي أصدقائه يحسوا أنه هو جريح، اللي كان يعطيهم الأمل، ودائما تفكيره كان برفقاته شلون يتجاوزوا المراحل اللي هن فيها. الشهيد هوجر اللي كان صديق لكل طفل، لابن شهيد أو ابنة شهيد. الشهيد هوجر اللي كان فعلا روح الإنسانية، اللي كان يعطي الأمل لجميع رفاق الدرب. هذا الشهيد العظيم اللي استهدف هون بالعزيزية، استهدفته الخلايا النائمة، لأنه عم يمثل القائد، فكره وفلسفة القائد، لأنه عم يمثل روح الحرية، لأنه عم يقضي على الطغيان، لأنه عم يقضي على روح الإنسان اللي يعيش تحت الظلم والعدوان، لأنه عم ينير فكر الإنسانية بفكر وفلسفة القائد. هون استهدفوه، هون استشهد الشهيد هوجر. مشان هيك حبت مقاطعة الحسكة، لجنة الصحة بمقاطعة الحسكة تفتتح هاي الدورة. مثل ما نعرف فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، مهما استهدف العدو ومهما طالت يد العدو، فكل إنسان منا عم يمثل بروحه، بكيانه، بعقله، بفكره الشهيد هوجر. الشهيد هوجر رح يضل خالد مخلد في قلوب الحرية، روح المقاومة في قلب الإنسانية. لا يموت. فكرة ليبرتي آزادی لیبرتی در روجا گله کردیانی گله جهانی کشتی ده، یعنی جدت به آزادی شکلی دیگر نفرشان بیاجه که وسطا نروف آنجا کارده هست نهاد رژیان کرد کار بیشتر شورش کردستان عقد نشانه به شهید نام رس سرکردن هر